أطاح برونالدو والنصر في الإمارات، وقدم أداء رائعا في ملعب يزاع بن زايد على أرض العين وأمام جماهيرها، وكان رجلا للمباراة في حضرة رونالدو وأسماء رنانة، فقالوا بأن ذلك كان بمحض الصدفة، وأن ماني لم يكن موجودا، فيد واحدة لا تصفق. فلنرى ماذا سيفعل بالسعودية. رحيمي لم يترك لهم سوى شوط واحد فقط، وصفعهم بيد واحدة نجم عنها ثنائية مدوية. نصفها الأول كان في الدقيقة 28 بعدما انسل من الجميع كما تنسل الشعرة من العجين. هدف كان يمني فيه رونالدو أن يكون تسللا، لكن للفار كلام آخر، فأمسك رأسه حسرة وندما كيف ولا، وهو الذي وعدهم بالريمونتادا. وفي وقت كان يحاول فيه صاروخ ماديرا أن يعيد النصر للمباراة، أعادهم ابن يعري بهدف آخر. ومن قال لك يا كريس أن اليد الواحدة لا تصفق؟ ثنائية رحيمي ذكرت رونالدو بأيام أوروبا وبأيام الحنين، حتى قال في نفسه: هكذا كنت بالأمس القريب، أضرب الثنائيات والثلاثيات وأخرج نجما للمباراة، لكن هذا المغربي تقمص دوري في آسيا. مع نهاية الشوط الثاني حارس العين رفض أن تحسم المباراة في شوط واحد، وبتصرف غريب منح للنصر الهدف الأول، أو بالأحرى زرع فيهم الأمل من جديد. وما أخطر من رجل عائد من الموت. مع بداية الشوط الثاني قرع رونالدو طبول الحرب، فهاج النصر على العين، ومن أحياه في نهاية الشوط الأول كرر فعلته مع مطلع الشوط الثاني. الله على أخلاقك يا خالد عيسى. بعدها لم تمر إلا دقائق معدودة، الأسطورة خالد عيسى جعل مجهود سفيان رحيمي أن يذهب في مهب الرياح. صدقة أخرى للنصر منحت له الهدف الثالث والتعادل في مجمل المباراتين. وفي وقت كان فيه النصر مسيطرا على المباراة طولا وعرضا، وكان العين لا يرى حارس خصمه، طرد أيمن يحيى لاعب النصر بعد تدخل على طريقة الكاتش. احتكمت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وفي الشوط الأول الإضافي حارس النصر أراد أن يقلد حارس العين الإماراتي في مباراة تألق فيها الحارسين معا، فمنح هدف التأهل لنادي العين. رونالدو أبى أن يودع البطولة، لكن حارس العين كفر عن أخطائه. بعدها البرتغالي اصطاد ضربة جزاء مشكوك في أمرها. رونالدو وضع الكرة في الشباك لتحتكم المباراة لضربات الجزاء. سفيان رحيمي كان أول من سدد لنادي العين، وضع كرته في سقف الشباك، وأوتافيو الذي كان طوال المباراة في الشباك وتدخلات مع رحيمي أرسل كرته إلى ريو دي جانيرو، وهكذا كان رد رحيمي بعدما أهدرها. ما أعجبني في رحيمي وبكل أمانة يقصد خصمه وكأنه مدان له بشيء ما، أما فعاليته أمام المرمى حدث ولا حرج، ناهيك على أنه كثير الحركة ومزعج للمدافعين، وأين وظفته لا يخيبك، جناحا أيسر جناحا أيمن في مركز رأس الحربة. رحيمي عندما يملك الكرة
تشعر به يلعب في الأزقة والأحياء، مثال للاعب ترعرع في الأحياء الشعبية وأصاب حلمه. كما أن نوعية رحيمي في المنتخب منعدمة تماما، فمثل بوفال والزلزولي يميلان للمهارة والاستعراض، بينما رحيمي لا يؤمن إلا بالفعالية. أما تلك المهارة خذها عندك،